السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال. ان شاء الله في الفيديو ديال اليوم غادي نتكلموا على فيتامينات، سيروات، كينات، اي حاجه كتزيد في الوزن هنا في ايطاليا او بالاحرى الحويجات اللي انا عندي عليهم زعما تجربه. كنت شحال هذا حطيت لكم فيديو في اليوتيوب على هذا الشيء، ولحد الان باقي كيجيوني ميساجات كومونتيرات وما كنقدرش نجاوب على كل شيء، خصوصا دابا حاليا يعني كل شيء كيقرب يهبط المغرب. راك ما عارفين كاين اللي كتبغي تزيد في الوزن ديالها. طبعا ما كنهضرش مع الاخوات اللي كتقول لك لا خاصني نبقى رشيقه وكذا وكذا وكذا، انت ما عارفاش الحاله ديال هذيك الاخت كيفاش دايره باش غتهضري عليها. احنا عارفين كنا ان الغلط بزاف ما بقاش موضه، ولكن حتى الرق بزاف بالنسبه لنا حنا كمغاربه ولا عرب ما عندناش معاه. غادي نهضر لكم على نجاوبكم على الاسئله ديالكم وعلى الانتقادات وعلى كل شيء اللي كان جاني في هذاك الفيديو القديم. نهضروا على اول حاجه، هاد بارياكتين عرفتوا شنو درتوا لي عليه كليتوني ولكن انا غنشرح لكم. هاد بارياكتين هو دواء ديال الحساسيه، وقلتها لكم هذا بحال انتينوركس ولا هذاك اوراديكسون ولا كاع هادوك السيروات اللي كيتباعوا في المغرب ديال الحساسيه. هذا ماشي ديال الضيقه، هذا ديال الحساسيه اللي كتكون خفيفه، مثلا كونجونتيفيتي، عندك شي حساسيه في عينيك كتحكيها هذه اوكي، ولكن في نفس الوقت راه كيزيد في الوزن. طبعا انت ما غتاخديش منه بزاف، ماشي غتبقاي غادي تشربي غتكوني مدمنه عليه حتى غيدير لك شي مرض خايب، ولا مثلا الماء في الركابي ولا هذاك الشيء اللي كتقولوا نتوما، غير غادي تعاونوا به شويه باش يفتح لكم الشهيه. ومن تبغيو تقطعوه غتقطعوه تدريجيا. كيفاش تدريجيا؟ غتقولي لي كنتي كتاخديه 2 مرات في النهار، غتولي تاخديه مره واحده في النهار. اوكي، شنو غادي نقول لكم؟ غادي تاخدوا كاين هو كاين يا اما سيرو يا اما هاد الكينه. يستحسن تاخدوا الكينه بعدا، مهم دارو من الاحسن تاخدوا الكينه. غتاخدوا وحده من ورا الغداء وحده مني تاع الشاي، او وحده من وراء الفطور ووحده من وراء الغداء، غير هو غير نعسك بزاف، فلهذا خذي وحده من وراء الغداء وحده من وراء العشاء. وكولي مزيان، بعدي على اي حاجه فيها الخبز وفيها هذا الشيء، ما تكتريش الخبز باش ما ترباش عندك الكرش، فهمتوا؟ مثلا كولي البروتينات، كولي البيض، كولي الخبز كامل، زعما الخبز الكامل. بعدي على الحوايج اللي كيديروا الكرش باش ما ترباش لك الكرش، باش تغلاضي كامله. وملي تبغي تقطعي قطعي، شربي كيف ما قلت لك، وكنتي كتشربي جوج شربي غير وحده مهم مثلا باكيه كمليها، والباكيه الاخرى دير الباكيه شربيها 2 مرات، وباكيه واحده اخرى شربيها غير مره واحده في النهار فقط. ومن تبقى لك هذيك 10 ايام شربي نهار ونهار لا. مهم راك فهمتيني الفكره اللي بغيت نوصل لك باش ما تفشيش. هو غادي ينعسك بزاف بزاف بزاف، لكن كنتي كتصوغي ولا شي حاجه ما تشربيش. هذه شربي الا كنتي في الدار وزعما ما عندكش شي حاجه، ما عندكش وليدات تقابليهم بزاف، ولا مهم الا كانوا ولادك ينعسوا ماشي مشكل غير شربي. وبالنسبه كيف ما قلت لكم راه كيتعطى بعض المدن كيتعطى في الفارماسيان بلا وصفه ديال الطبيب، وبعض المدن اخرين ضروري خاص الطبيب ديالك يكتبوا لك. انت سيري عند طبيب قول ليه مثلا بغيت كي في كنحك عينيا ولا شي حاجه، وانا في المغرب جربت هاد بارياكتين ووافقني، كتب لي عافاك، وراه غيكتبوا لك. ما كنظنش ان يعني الطب راهم انا كنعرف راه كيتفاهموا. حاجه واحده اخرى اللي كنتو سولتوني عليها هو هاد بيتوطال. بزاف الاخوات كذبوني قالوا لي راه ما كيدير والو، اقسم بالله العلي العظيم وانا ما كنبغيش نحلف، ولكن في هذه غنحلف لكم. الا هاد بيتوطال انا مجربه عليا شخصيا. قلت لكم كنت خدامه في 2017، وكنت في 2017 اصلا كنت غليظه، وانت دابا روح باقا غليظه. مهم كنت خدامه في اوطيل وكنت كنعيا بزاف، يعني كتوصل ديك 12 ما كنبقاش قادره نهز لا ايد لرجل، فهمتوني اش بغيت نوصل لكم؟ ومشيت للفارماسيان وقلت لهم خرجوا لي شي حاجه تعطيني الطاقه، وعطاوني هاد بيتوطال. ولكن اللي لاحظت فيه انه كنشربوا انا من وراء الفطور، ما كيجي يوصل الغداء حتى كناكل ما عرفتش شنو، يعني كنبغي ناكل. فتح لي الشهيه بواحد الدرجه ما تصوروهاش، وصافي بقيت كناكل بزاف وكنت كنعس، غير كنجي من الخدمه كنعس. فلاحظت انني تزاديت في الوزن بزاف، وهذا الشيء اللي خلاني قطعته.
هذا راه ضروري البنات. كيف ما قلت لكم هذا راه فيتامين خطير بيتوتال، انا كنبرح به لانني انا شخصيا مجرباه. غير تبعوه، راه ماشي غيبان لكم النتيجه نتوما بالزربه، راه كل وحده والجسم ديالها. انا بانت فيها النتيجه بالزربه، علاش انا من داك النوع غير كناكل شويه كنت كنغلاض، وتا دابا كان مهم. زعما بالزربه كتبان النتيجه. غير جربوها البنات، هذا راه كيتعطى بلا وصفه طبيه. سيروا الفارماسيان خذوه تبعوه واحد 3 شهور وتفكروني. خذوه شربوه مره من وراء الفطور ومره من وراء الغداء. راه كاين حتى كينات. الا ما بغيتوش تشربوا السيرو شربوا كينات. ما بغيتيش تشربي 2 مرات شربي غير مره واحده في النهار. خطير 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 البنات. وكاين حتى ديال الوليدات الصغار. هذا اللي دابا وريتكم، هاد الصوره اللي كتبان لكم دابا ديال الوليدات الصغار. نتوما سيروا قول لهم بي توتال ديال الوليدات الصغار ولا بي توتال بير اي بامبيني، غتقولي ليه السن ديال الولد ديالك وغادي يعطيه لك. راه زوين البنات، حتى الوليدات الصغار زوين، كيعطيهم يعني الطاقه، كيفتح لهم الشهيه وبزاف. وهاد بيتوطا راه معروف من قديم في الطاليان، ماشي زعما يلاه الدار، راه معروف من شحال هذا. ومعروف عندهم كيعطيو كيف ما قلت لكم الوليدات الصغار، وكيعطيو حتى العيالات ولا النساء العيالات ولا النساء كيعطيو الناس اللي كيكونوا كبار في السن وما كيبقاوش ياكلوا بزاف. فيعني هما كيعطيو ليهم بزاف 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 باش كثرت لكم هاد الكلمات بزاف باش كتفتح ليهم الشهيه. صافي. بالنسبه للناس كاين حتى هذا مولتي بي بلوس، هذا ديال دايلي فيت. تقدروا ما تلقاوش في الفارماسيان، انا كنقول لكم من هنا، ولكن راه موجود اونلاين. حتى هو زوين بزاف البنات الوليدات الصغار. فيه مجموعه الفيتامين بي بحالو بحال بي توتال. في مجموعه الفيتامين بي البنات راكم عارفين راها كتزيد الوزن، يعني راه كتفتح الشهيه وكتزيد الوزن. غير خذوه على حسابي. بالنسبه للاثمنه ديال بيرياكتين ما بقيتش عاقله عليها، مي ما كنظنش غتكون غاليه، تقريبا 6 اورو بحال هكا. وبالنسبه للبيتوتال راه كيدير 11 اورو السيرو. انا مجربه السيرو كان كيدير 11 اورو. الكينه الله اعلم، شوفي انت اشنو بغيتي الكينه كتجيك احسن خدي الكينه، بغيتي السيرو خدي السيرو. هذا هو الثمن ديالو. بالنسبه لهذا مولتي بي بلس انا شفت في السيت انه كيدير 14 اورو. مهم نتوما جربوا وشوفوا نتوما اللي غادي يوافقكم. هاد مولتي بي والبي توتال الى ما نفعكمش راه ما غاديش يضركم البنات. دابا غادي ندوزو لليافيتو دي بيرا، حتى هو كيزيد في الوزن. كاين شي وحده غتقول يا اختي انا ضعفني، طبعا انت غادي يضعفك الا كنتي كتاخديه في الوقت الخاطئ. الا خديتيه قبل الماكله راه يضعفك، الا خديتيه ورا الماكله راه غادي يغلظك. وماشي غير غادي يغلظك فقط، غادي يغلظك وغادي يزيد لك في الطول ديال الشعر، ما شعرك ما يبقاش يطيح، والضفار ديالك حتى هما غيزيانوا، والوجه ديالك ما غاديش يبقى فيه الحبوب، وغادي كتولي فيه واحد الاشراقه اللي هي زوينه. غتقولي لي امتى شي اختي غادي ناخذه؟ خوديه من وراء الماكله، ولكن الا كنتي باغا تغلاضي خوديه من وراء الماكله، كنتي باغا تضعفي خوديه قبل الماكله. من وراء الماكله كولي مزيان 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 مزيان. وحاجه وحده اللي غادي نبغي ننصحكم بها، بعدوا على الخبز وعلى لي بات. كولوا شي حاجه اللي كيف ما بغيت نقول لكم زعما اللي تكون فيها الافاده، بحال الصدر ديال الدجاج، البيض، الخبز يكون كامل، زعما الخبز الكامل. اللحم مهم ما تكونش فيه بزاف ديال الشحمه. والخضره، كل شيء هذا الشيء يتكال. كولي مع الغداء وشربي حبه من هاد اليافيتو دي بيرا. كولي تاني مع الفطور، فطري مزيان وشربي من وراء الفطور ومن وراء العشاء. راه زوين بزاف. ممكن انه يحرقكم في المعده شويه، ولكن هذه في حاله الا ما كنتوش واكلين مزيان راه كيحرق في المعده. هذا الشيء اللي كاين. ولا كنتو بغيتو تضعفوا كيف ما قلت لكم كتشربوه قبل من الماكله وكتاكلوا تو سويت من وراها. هاد ليافيتو دي بيرات تقدروا تلقاو في السوبر مارشيات، ماشي بالضروره هاد الماركه، خذوا اي ماركه وحده اخرى. المهم انا عزيزه عليا هاد لا مارك اكويليبرا. علاش؟ زوينه، كدير برودويات اللي هما زوينين، وفايت ليا مشاركاها معكم بزاف ديال الحوايج. سواء في الصابون ولا المهم بزاف د الحوايج. كيف ما قلت لكم تقدروا تلقاو في الفارماسيان، تلقاو حتى في السوبر مارشيات، راه هي نفس الحاجه، غير في الفارماسيان كيبيعوا لكم الماركه فقط. مهم يعني لقيتو حتى في السوبر مارشي راه كتكون رخيصه. خذوها راها زوينه بزاف 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 البنات. نقول لكم حتى واحد الاستعمال واحد اخر ديالها، كتشدي هاد ليافيتو دي بير راه
كتهرسيه كتنيليه مزيان وكديريه ماسك الخدود الا بغيتي تنفخيهم او اي مكان في الجسم بغيتي زعما يتزاد في الفوليوم ديالو. كطحني هاد الحبوب ديال اليافيتو دي بيرا وكتخلطيه مع مامورد وكديريها لهداك المكان اللي بغيتي يتزاد لك فيه الفوليوم. فراه حتى هو زوين كاستعمال خارجي، حتى هي راه مزيانه ما تضركم ما دير لكم لا دود لا حتى شي حاجه. وكيف ما قلت لكم راه زوين بزاف اصلا راه معروف بلا ما نبقى نهضر لكم عليه انا. غير كاين اللي ما كيزعمش عليه، كاين اللي كتقول لك كضرني في المعده. راه هذا هو السبب اللي كيخلي ان هاد اليافيتو دي بيرا يضركم في المعده، هو انكم ما كتاكلوش من وراه مزيان. دابا غادي ندوزو لهذا حتى هي ديال ماركه ايكويليبرا، راه واعره البنات. كولاجين اتشيدو يالورونيكو ولا الاسيد يالورونيكو ولا معرفتش، المهم سمحوا لي على البرونونسا. زوين بزاف. لاش غتقولوا لي هذا زوين؟ الوجه زوين. الاخوات اللي بداو كيبانوا عليهم التجاعيد زوين. الاخوات اللي فاتوا 30 سنه او 35 سنه هذا ضروري خاصكم تاخذوه. علاش؟ لان الوجه ديالكم باش ما يبقاش مكمش، باش كيولي مجبد، وفي نفس الوقت كيعطيكم واحد الطاقه وكيعطيكم الحيويه وكيزيد شويه في الوزن. انا ما نقولش لكم غتزادوا بزاف، هذا تقدروا تشربوه مع اي سيرو واحد اخر ما كاين حتى شي مشكل. مثلا خودي هذاك بيتوطال وشربي معاك هذا الكولاجين، راه واعر البنات للشعر، واعر للظفار، للوجه، لاي حاجه. هذا خطير 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 البنات. كنتمنى انكم تجربوا هاد الكولاجين خطير. ماشي بالضروره هاد لا مارك، خذوا اي ماركه واحده اخرى، مهم كولاجين كودياتشي راه زوين بزاف للوجه للشعر. زوين اصلا ركابي. حنا راكم عارفين حنا المغربيات غير كنفوتوا واحد السن كيولي يضرونا ركابي والوليدين والمفاصل وهذا الشيء كامل. هذا زوين باش مهم للحمايه، باش العظام ديالكم حتى هو ما تمشيش منه ماده الكولاجين. فهمتوا بغيت نوصل لكم؟ صافي البنات هذا الشيء اللي كاين. نتمنى الفيديو يكون عجبكم وبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا. دعموني بلي لايك ديالكم باش هكا نرجع كيف ما كنت وبقى نبارطاجي معكم اي حاجه، خصوصا دابا كيف ما قلت لكم الموسم ديال الاخوات والاخوان وكل شيء كيهبط يشوف البلاد في المغرب. طبعا كنا كنبغيو نبانو في واحد الحاله اللي هي زوينه وشحال ما شافوناش العائله وكذا وكذا وكذا، خاصنا نبانو زوينين. نبارطاجي معكم اي حاجه كنعرف واي حاجه جربتها انا في هاد السنوات الطويله ديال الغربه. السلام عليكم، تلاقاو فيديو ماجي.